على موعد مع التاريخ وفي تميز لافت على كل بقاع الجغرافيا الكونية، نجوم الكرة المغربية يبصمون بالعلامة الكاملة على مشوار غير مسبوق في كل المسابقات القارية، من أوروبا إلى آسيا مرورا بإفريقيا وحتى في القارة الأمريكية. أسماء مغربية حاضرة بقوة في نهائيات البطولة القارية للأندية البطلة. في أوروبا نجم مغربي واحد على الأقل في نهائي دوري الأبطال، نصير مزراوي مع بايرن ميونخ أو إبراهيم دياز مع ريال مدريد، في انتظار أن يكمل أشرف حكيمي حكاية التميز المغربي أوروبيا ويعبر رفقة فريقه باريس سان جيرمان إلى النهائي. وفي القارة الصفراء يقود سفيان رحيمي نجم الرجاء الرياضي سابقا والنجم الحالي للعين الإماراتي فريقه بخطى واثقة نحو لقب دوري أبطال آسيا بعد ضمان مقعد في نهائي البطولة القارية على حساب المغربي الآخر ياسين بونو حارس نادي الهلال السعودي. ولا يقتصر التألق على بقاع أوروبا وآسيا فقط، بل يمتد أيضا إلى قارة أمريكا، هناك حيث يتألق أسامة إدريسي مع فريق باتشوكا المكسيكي في نهائيات دوري أبطال كونكاكاف. بلغ النهائي وعينه على اللقب القاري في مشهد هو الأول في تاريخ لاعب مغربي في القارة الأمريكية. ورغم غياب الأندية المغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أن المغرب سيكون ممثلا باللاعب رضا سليم، حيث سيواجه فريقه الأهلي المصري فريق الترجي الرياضي التونسي. حضور مغربي آخر في النهائيات القارية يؤكد معدن الموهبة المغربية في صناعة التميز أينما حلت وارتحلت. تلك أسماء بلغت النهائي، وفي المشهد أيضا أسماء أخرى قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائيات مسابقات قارية أخرى. في القارة العجوز وفي مسابقة اليوروبا ليج سيطرة مغربية وحضور قوي بثلاثة أسماء في نصف النهائي، في أولمبيك مارسيليا صانع ألعاب فريق الجنوب الفرنسي أمين حارث ونجم خط الوسط عز الدين أناحي، إضافة إلى الجناح الطائر لليفركوزن الألماني أمين عدلي. وفي دوري المؤتمر الأوروبي لم تخلو أضلاع المربع الذهبي من الأسماء المغربية، وهذه المرة بثنائي أولمبياكوس اليوناني الهداف أيوب الكعبي صاحب الهاتريك في مرمى أستون فيلا، فضلا عن زميله في الفريق المخضرم يوسف العربي. هي سابقة تاريخية تبرز قدرة النجوم المغاربة على التألق والتنافس في أعلى المستويات وفي كل بقاع العالم.